السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويلا بينا نتفرج على اجمل 4 اهداف للنادي الاهلي في الاتحاد قبل ما نبدا الفيديو. فوز الاهلي على الاتحاد السكندري فوز مهم جدا وغالي جدا، لان في الغالب الاتحاد الافريقي هيختار نتائج الدور الاول كالعاده لحسم الفرق اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. كلنا عارفين ان عندنا عجن في اتحاد الكوره، ويعني ممكن الدوري ده يعني يخلص سنة 2030 2040 ولا حاجة، والاتحاد المصري بعت خطاب للاتحاد الافريقي علشان يصبروا علينا لنهاية الموسم علشان يقدروا يحددوا ال4 فرق اللي ممكن تشارك في الكونفدرالية او دوري الابطال. وغالبا الطلب ده هيترفض، لان محدش عارف الدوري المصري هينتهي على ايه او هينتهي امتى. ولكن خلاص احنا كجمهور اتعودنا ان كل الدوريات من حوالينا في بلاد العالم كلها تخلص، واحنا ننهي الدوري بعد ما دوريات العالم كله يخلصوا الدور الاول. ده اللي احتاجنا عليه كالجمهور المصري. يعني سيبك انت من الدوري يخلص او ما يخلص، وتعالى نتكلم شويه عن لاعيبه الاهلي والاهداف اللي اتسجلت في مرمى الاتحاد امبارح. النادي الاهلي بسبب خسارته من الزمالك هيدفع القاره كلها الثمن غالي جدا، وشفنا امبارح. هو مش غرور ولا حاجه، ولكن دي الحقيقه. هو ده الاهلي. الواحد ما بقاش عارف مين بيلعب مكان مين ولا مركز مين في اللعيبه. الاهلي هنا ده هنا ده، ما شاء الله كل اللعيبه بتلعب في غير مراكزها عادي جدا وبنكسب. وحاجه كويسه جدا لما يكون عندك لاعب ممكن توظفه في كذا مركز، والحمد لله احنا ما عندناش لاعب واحد، احنا عندنا من النوعيه دي كتير جدا، في كتير. وخلينا اقول لك هم مين ويقدروا يلعبوا فين في الملعب. وعد معايا: رقم 1 رامي ربيعه بيلعب سنتر باك وبيلعب ظهير ايمن، وما تستغربش من ده. رقم 2 محمود متولي بيلعب سنتر باك وبيلعب ديفندر. ورقم 3 هو محمد هاني ظهير ايمن وسنتر باك احيانا، وكلنا شفنا الكلام ده. اما رقم 4 هو عمر كمال عبد الواحد نجم اللقاء امبارح، بيلعب ظهير ايمن وبيلعب ظهير ايسر وجناح يمين وجناح شمال، وبيطير في الهواء وبيتشقلب وحاجات كده، يعني ما شاء الله. اما رقم 5 وهو اكرم توفيق وبيلعب ظهير ايمن وبيلعب ديفندر. ورقم 6 واللي انت ممكن تستغرب له جدا هو امام عاشور، بيلعب زي ما احنا عارفين كلنا ديفندر في الوقت الحالي، ولعب قبل كده في مباراة السنغال مع المنتخب ظهير ايمن. واكيد الكل فاكر المباراة دي لما كان بيلعب عليه ساديو ماني، ولعب مباراة هايلة. ده غير بقى رضا سليم اللي ممكن يلعب جناح شمال وجناح يمين عادي، وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح الاتنين بيلعبوا في الجنبين ظهير ايسر وظهير ايمن. يعني حاجات كده ما شاء الله، حاجه كويسه جدا. والشحات كمان كان بيلعب اوقات باك يمين، وطاهر محمد طاهر برضه، وده بيسهل المأمورية يا صديقي على مارسيل كولر، ويساعده في تدوير اللعيبه او عمل الروتيشن واللعب في التشكيل زي ما هو عاوز. ده بيأدي وده بيأدي في مراكز غير مراكزه، ده او ده او ده كله بيلعب. ولكن هو مدرب رغم انه اوقات بيألف في التشكيل، ولكن هو مدرب محترم محترم جدا وعارف بيعمل ايه. فاكرين كلنا ايام جوزيه كان معاه جيل اروع ما يكون. الجيل الذهبي طبعا متعب وتريكا وبركات وائل جمعه وشوقي وغالي وجilberto وفلافيو وسيد معوض، يعني كتير من اللعيبه السوبر وقتها، ومش عايز انسى حد. ولكن هم كانوا 15 لاعب اللي بيهلكهم طول الموسم جوزيه. ده غير انهم كانوا القوام الاساسي للمنتخب برضه طول الموسم. طحن بمعنى الكلمه، طحن بمعنى الكلمه. وده ياكد لك ان كولر مدرب رائع، وتقريبا مستويات اللعيبه في النادي الاهلي متقاربه جدا. ولو حد غاب ما بنكونش كجماهير حاسين قوي بالخلل ده في الفريق. وانا اتمنى ان كل اللعيبه تلعب بلا استثناء، علشان لما نحتاجهم نلاقيهم جاهزين فنيا وبدنيا وجاهزين للمشاركه في كل البطولات، لان المنتخب برضه هيحتاج ياخد بعض اللعيبه منك في التوقفات الدوليه. شفنا عمر كمال امبارح بيتالق وفي مركز غير مركزه خالص، ورضا سليم كمان كان متالق ويعتبر كان بيلعب في مركز غير مركزه لان هو بيلعب ناحيه الشمال. يعني تقدر تقول كده ان الاهلي في فتره توهج ما شفناهاش من فترة كبيرة جدا.
والدليل انك في كل مباراة بتزيد في الغلة التهديفية، وكمان الاداء بيتحسن من مباراة للتانية. وده يقول لك انك امام جيل في النادي الاهلي اعتقد هينيم افريقيا من المغرب، وليه لا وانت في النهائي للمرة الخامسة على التوالي، وغيرك بيندب حظه ويعلق شماعته على المؤامرات الكونية اللي بتكون ضده دايما وطول الوقت. ودايما بقولها لنفسي ولكل جماهير الاهلي، محظوظ اللي بيشجع الكيان الكبير ده وكل من ينتمي اليه وهو النادي الاهلي. طبعا الكلام كتير عن اعظم نادي في الكون، ولكن علشان ما اطولش عليك يا صديقي اكتر من كده، نختم الفيديو بالدعاء لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وما تنساش يا صديقي اللايك المتين والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان استمر في فيديوهاتي، والسلام عليكم.